البيسي ديالك خدام 2 سوايع في النهار وانت وليتي حر ماليا تشكيتي من الوظيفه. هاد الهضره سمعتيها بزاف خصوصا في السوشيال ميديا ولا لا؟ واش ديال بصح باقي تقدر انك تخدم في الانترنت في 2026؟ مثلا صناعة المحتوى على يوتيوب، لو عايز توصل أسرع لازم تصرف شوية على التصوير وعلى المونتاج وهكذا، وزي التجارة الإلكترونية أو واهم حاجه هي تفهم الالغوريثم، سواء كنت تبدا انستغرام، يوتيوب ولا تيك توك ولا فيسبوك، اي بلاتفورم من هادو راه عنده واحد الالغوريثم ديالو، فضروري انه تجلس مع راسك تفهم كيفاش كيطلع فيديوهات من. ولكن هاد الهضره تسمعها غير في انستغرام ولا تيك توك، في الريلات اللي كيكونسوميو بزاف ديال الناس. كتدخل القهوه دابا كتلقى الناس كلشي كيكونسومي، ولكن ما كيعرفوش داكشي اللي كيكونسومي كل واحد فاش كيتفرج. والحقيقه ديال الفريلانسن او لا الكواليس اللي ما كيعاودوش ليكم غنديروهم في هذا الفيديو. ما تنساش دير معك واحد لايك واحد سبسكرايب. دخل عندي القناه ديال اليوتيوب ديال تابوس لايف. اليوم غنفرقوا على الرمانه ديال الفريلانسن السهل او لا الفريلانسن بالزواق. الحقيقه الاولى ودعم الصالح المضمون. فاش كتخدم في الشركه نهار 30 كتوصلك براكتيك، سواء كانت الخدمه مزيانه او لا ناقصه. ولكن المشكل ديال الفريلانس اللي ما كيعرفوش، اللي ما كيدويش عليه، الفريلانس هاد الشهر دخل مليون او اللي 2 المليون، ولكن الشهر الجاي غتدخل بزيرو درهم. كل شهر هو بحال التجاره. كيخلق واحد الضغط، كيخلق واحد الضغط نفسي كبير. كتولي ديما خايف من المستقبل، ديما هاز الهم لداك الكليان واش يبقى والله غيطير مع الوقت. هذا هو الفريلانس اللي ما كيعاودوش في انستغرام ولا في الريلات في تيك توك. الحقيقه الثانيه راك ما خدامش بوحدك في السوق. ملي كتدخل الموقع ديال ايبورك او لا فايفر، كتلقى راسك كدابز مع العالم كامل. تقدر تكون كتخدم ديزاين ب$50 او كيجي واحد من الهند او لا باكستان كيخدم ديزاين احسن من هذاك اللي كتخدم انت ب$5، حيت المعيشه عنده رخيصه. باش تفرض راسك في هذا السوق وتجيب الكليان الاول راه خاصك تقاتل وتصبر بزاف شهور ثم سنوات. ماشي غير تحل الكونت غيبداو يشيروا عليك بالدولارات وتولي بحال داكشي اللي كيكونسومو في انستغرام، كيطيحوا عليك المبيعات طين. الحقيقه ديال الثالثه والاخيره، العزله ديال الفريلانس في البدايه ديالو يعني انك غتزوج بالبيسي ديالك، غتولي خدام الليل والنهار، السبت والحد ما كاينش عطله، ما كاينش عيد الفطر، ما كاينش عيد الاضحى، ما كاينش تقاتل مع راسك. العائله ديالك ما كيقدروش يفهموك باللي راك خدام. فاش كتكون شاد البيسي في بيتك غتولي بوحدك، ما كاين لا زملاء عمل تفوج معاهم ولا والو. ماشي بحال العمل في الشركه ولا العمل في شي عمل اخر. هاد العزله مع الوقت كتقدر تؤدي للاكتئاب والاحتراق الوظيفي. الا ما عرفتيش توازن بين حياتك وخدمتك غتولي واحد في الاكتئاب.